نجمة عم تقبض راتبها من التلفزيون وهي ما لها بحاجة. أحد الممثلين وقت عم بحكي قصتي بالخطيب بيكتب لي ولو بسام لهون وصل الكذب. اللي واقفة وعم تحيي الجيش نعم وكانت بالمسبح قبل فترة. الفنانين والفنان نوار بلبل وغيره كتار، جمال سليمان، مكسيم خليل، يارا صبري، مع حفظ الألقاب، يعني مثل ما شاهدنا رجعوا على البلد وكان الاحتفاء كبير. شو رأيك بالموضوع؟ وأنا انبسطت كثير برجعتهم. نعم. يعني رجعوا لأهلهم لبيتهم لناسهم، أهلا وسهلا فيهم. بالنهاية هي أمهم سوريا بلدهم. يعني كانوا برات البلد عم يحكوا ويطالبوا، وهي النتيجة إنه تحررت البلد الحمد لله. أستاذ بسام، يعني لاحظنا أو انتشر على السوشيال ميديا فيديو وحضرتك كنت عم تبيع فيه يمكن فطاير على البسطة. احكي لنا القصة. هلا هو مشروع مثل أي فنان أو أي شخص بيدور على مشاريع. هذا المشروع أنا كل سنة كنت شارك فيه من خلال فعاليات المعارض. في إلي صديق اسمه فراس إسماعيل بتشارك أنا وياه حول هذا الموضوع. فبالصدفة معرض الزهور ما في شاب واقف على البسطة، طلب مني واحد ناوله محمرة فأعطيته، وهي كانت الضجة كلها. وأنا ما زعلت، بالعكس. يعني هن الناس يقولوا لك عم يعمل ترندات، أنا والله لا بدور على ترندات، الله بيبعث لي اياهم الحمد لله. هي القصة كلها، إنه أنا بدور على رزقي. يعني إذا ما إجا هلا كل عام وأنت سالمة جاي رمضان على ما عاد في عنا شغل، فبدور على مشروع لحتى اكسي مرتي، اكسي احفادي، اكسي اولادي. لانه انت بجوز تعطيني اليوم، تعطيني بكره، بعدين بتقولي لي عفوا رد اللي عليك لرجع لك. هي الغايه من هي المشاريع فقط. على سيرة الترند، يعني قلت انه هذا الفيديو عمل ترند. نعم. شاهدنا كثير من التعليقات على السوشيال ميديا ايضا انه حضرتك لما يعني بتتاثر اثناء المقابلات، كمان يعني طلعت تعليقات وانتقادات. نعم. انه عم يمثل، يعني هو ممثل مثلا بالحقيقه وبي على باللقاءات، طلع ايضا انه كثير عم تبالغ. فشو بتحب ترد عليهم؟ هلا اول شيء انا جاني بعض المنصات عامله لقاءات ودافعه مصاري مشان يكون عندك علم. موجود معي الفيديو لامراه حكت ما حكته، فانا من خلال دورت على الشخص صاحب المنصه ودقيت له، قلت له انت مثلت معي كومبرس وانت بتعرف بسام دكار، نفس المرأة ونفس اللبس بتطلع بتحكي عكس اللي قلت لها اياه. قام قال لي وبدي اعطيها مصاري هدول منك، قلت له ولا بتعطيها مصاري. نعم. وليكو الفيديو موجود قبل وبعد. المنصات الاستاذة في بعض منها مأجور، يعني بيجيبوا الواحد يحكي قصص بتكون ما لها صحيحة، وانا صارت فيني هيك مقابل مبلغ. تمام. نعم. يلي بيقول عني ممثل معناته انا قنعته اني ممثل، اذا هو شايفني ممثل. واللي بيقول انا ببالغ معناتها انا قانعه بدور اللي انا عامله. انا ما مثلت، انا عم بحكي ألم واحكي وجع. اللي بده يمثل بيمثل. شفنا اللي مثلوا مع الاعلامي جميل الحسن اللي قالت له هذا البرميل، وهذا طلعت بالاخير شبيحه من النظام. واللي طلع من سجن صيدنايا وبوس الصحفيه الامريكيه طلع من فلول النظام. هذا اللي مثل. بس انا مجروح، انا متضايق. أنا أولادي 2 تصاوبوا بالأزمة والله حمالي إياهم. ابن أختي قلت لك استشهد. أنا ما عم بفرض أنا مواطن سوري تعرضت للظلم مثل كل مواطن سوري تعرض له. أنا ساكن بمنطقة شعبية، لا عندي قصر ولا عندي رصيد بالبنك، عندي رحمة الله جل جلاله فقط، ما عندي شيء. وصدقيني أنا مين ما بدي اللي بيطلب مساعدة، واللي بيعرف بسامة بيعرفه ما بقصر معه حسب إمكانياتي. لا وراي مسؤول ولا بحياتي طلبت من مسؤول. بفوت لعند اي شخصيه بدك اياها باسمي، حب يخدمني كتر خيره، ما حب يخدمني هو حر. فكل واحد بيعلق مثل ما بده يصطف له. في تشبيه بالوسط الفني؟ طبعا في، شلون ما في لكن في طبعا. في مخرجين كانت تسبسب وتربرب وتكفر وتقيم وتحط وما بتسترجي تحكي معها طبعا. في مخرجين بتسحب بوريد على الممثلين طبعا. في الوسط الفني في محسوبيات، الوسط الفني في شيء مقابل شيء، وانا برجع بقول في شيء مقابل شيء. برأيك بعض الفنانات الصاعدات يعني هل كان هناك شيء مقابل
النجوميه اللي وصلوا لها؟ انا حكيت هذا الكلام ساوني فنان درجه 10. هلا يردوا على الناس اللي عم تحكي، يردوا على الصور اللي طالعوها على الفيس للي التافه الفنانات اللي عنده، جاوبوهم هلا. ولا هدول ما بتسترجوا بس على بسام دكات؟ انا وقت حكيت ما حكيت على الفنانات، حكيت على الدخلاء. نعم. فقط حكيت على الدخلاء مثل اي مهنه ثانيه. بعضهم فكر نعمول على الفنانات، بعضهم هلا الفيس عم يحكي. نعم. بمذكرات التافه مين الفنانين كانوا يجوا لعنده والفنانات ومين متصور على المسبح. طيب ما تحكوا هلا. انا لانه ما لي علاقه. هلا ما بيسترجوا يحكوا على هدول. ليه؟ لانه الثوره الله نصرها والثوره بينت الحق. ما بيسترجوا يحكوا، طلعوا قولوا كذبوا. اللي واقفه عم تحيي الجيش نعم. وكانت بالمسبح قبل فتره